بعض. مسلسل شبابي بامتياز وممتع ومسلي لاقصى درجه. قصته مش جديده في واقعنا ولكنها جديده انها اتقدمت في عمل فني، لدرجه ان في مشهد وهو قاعد مع مديره بيقول له انت الكواليتي بتاعتك واقعه عليه، في نفس الثانيه بيجي له رساله انه اتقبل في شركه تانية. المشهد ده حصل معايا بالحرف، وده اللي ميز كتابه المسلسل انه صادق وبيحكي واقعنا، لدرجه ان المؤلف احمد هشام، ايوه اللي هو صاحب ميدو ومنى شلبي، كان بيشتغل مندوب مبيعات اول ما اتخرج. وطبعا انت هنا عندك ماتيريال ما بيخلصش من مواقف حقيقيه حصلت معاه ومع اغلب الشباب حاليا. وكعاده واتشيت ومراهنتها على الشباب بعد مسلسلات زي بالطو وحاله خاصه وريفو، وحاليا مسلسل 6 شهور اللي بيثبت ان الرهان على المواهب الجديده كسبان. الاداء التمثيلي من الكل كان جامد، خاصه نور النبوي اللي بيتطور كل عمل فني بيقدمه، او نور ايهاب. بس انت لازم تقف عند ميشيل ميلاد ومصطفى محمود ومروان فارس، اكتر ثلاثه ضحكوني في المسلسل واكتر ثلاثه بقيت بستنى مشاهده. كوميديا ذكيه وتفاصيل في شخصيه كل واحد مكتوبه بشكل مفيش احلى من كده. واخيرا عشان تعرف قد ايه هم مركزين في تفاصيل المسلسل، هو اهتمامهم بالموسيقى التصويريه والتتر واغاني المسلسل اللي غناها ليجاسي. وبس كده، ده كان رائع المسلسل، شوفوه وقولوا لي ايه رايكم.